تشهيتي البايله وما عندكش الحوت باش توجديها. اجي نوجدو انا وياك واحد البايله بالدجاج كتجي اكثر من رائعه وبنينه بزاف وكتوجد دغيا. كناخدو المقله ديالنا كنديرو فيها شويه زيت البلديه وشويه زيت الروميه، كننزلو فيها الدجاج اللي ديالنا. المهم الدجاج من الاحسن الا كانوا الفخيضات ورجلين راه من الاحسن، ما كانش كديري الدجاج اللي كان موجود عندك. كنحاولوا نقليو هذاك الدجاج مزيان في هذيك الزويته حتى كيتحمر معانا. كنبقاو كنقلبوه حتى كيطيب وكيتحمر. في هذا الاثناء كنكونوا جبنا واحد بصله صغيره مشلضه وشويه ديال الثومه، واحد الثومه مقطعه شويه شويه او لا محكوكه حسب الرغبه. كننزلوها في هذيك، كندفعوا هذاك الدجاج ديالنا للجناب وكننزلوا هذيك البصله في الوسط باش طيب. كنحاولوا كنبقاو كنقلبوها حتى كتهبط مزيان، وكنجيبوا واحد الفلفله صغيره حتى هي مقطعه طريفات صغار وكنزيدوها فوق من هذيك البصله ديالنا وكنخليوهم حتى كيهبطوا مع بعضياتهم مزيان مزيان. كنديروا ليهم شويه ديال الملحه، كنديروا شويه الزعفران شعره، درتو الليهن باش يسخن ويطلق ليا المذاق ديالو مزيان. شويه د الفلفله غبره، شويه د التحميره الخرقوم، شويه القزبر حبوب، وشويه التوابل ديال الدجاج وشويه الابزار. ملي كندير العطريه ديالي كامله كندير شويه ديال الماء باش ما تحرقش العطريه، كنخلطوها مع الدجاج ومع هذوك باش ياخذوا المذاقات مع بعضياتهم كما واضح في الفيديو. من بعد كنجيبوا الماء الكافي اللي غيطيب لينا فيه الدجاج، كنعمروا عليه وكنخليوه يطيب. كل ساعه كنبقاو نطلوا عليه وكنقلبوه حتى كيطيب لينا داك الدجاج. وفي هذا الاثناء اللي كيكون قريب يطيب، لا من اسمحوا لي، كناخذوا ملي كنزيدوا داك الماء وكيغلى كنزيدوا 2 معالق صغار عامرين بصلصه الطماطم. بالنسبه للصلصه على حسب الروز، انا الروز هنايا غندير 200 غرام، كل 100 غرام كنديروا معاه معلقه عامره صغيره ديال صلصه ديال الطماطم. كل 100 غرام ديال الروز كنديروا معاه معلقه عامره ديال صغيره ديال صلصه الطماطم. وهنا كنخليو الدجاج حتى كيطيب، كنبقاو نقابلوه كنخليوه حتى كيطيب. فاش كيكون قريب يطيب نديروا شويه ديال كنديروا الماء كيطيب عندنا حتى هو كنوجدوه باش نزيدوا الرز. هانتوما كتشوفوا هنا الدجاج ديالي راه طاب تقريبا، ها هو الماء كيطيب. هنا زدت هذاك الماء زدتو على الدجاج في المقله. كندير الرز كنديروا داك الرز داك المكركب المصري، كنظن انهم كيقول ليه المصري. المهم هذاك الرز اللي كيكون مكركب وصغير. في هذه اللحظه ما كنغفلوش على المقله ديالنا، كنبقاو كنقلبوها بشويه بشويه حتى كتعسل وكتشرب هذاك الماء ديالها وكتطيب مزيان. وهنا كنقول لكم بالصحه والراحه، راه كيجي غزال غزال بزاف، جربوه وردوا.